سيدنا محمد نصيب الفضل إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا والنار لمن عصاه وإن كان في النسب زكيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا ولي في فناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص وأشكال تروح وتنقضي تفنى جميعها والمهيمن باقي وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وحجتنا ونور أبصارنا وبصائرنا وتاج رؤوسنا وبهجة نفوسنا ونعاله فوق رؤوسنا وبابنا إلى الله ولا باب سواه سيدنا ومولانا محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين خير من وطأ البسيطة هو النبي الأنور الأزهر الأفخم الأعظم الأجل الأكمل ما خلق الله أكرم منه ولا أفضل منه ولا أجل منه ولا أحسن منه ولا أجمل منه هم بالحبيب محمد وذويه إن الهيام بحبه يرضيه جسد قد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه جسد قد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الله لا يخزيه أو كيف يبليه التراب أو كيف يخزيه الإله وحبه في قلبه ومديحه في فيه أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام إن رسالة الأنبياء
رسالة تقوم على كلمة واحدة أو تتلخص في كلمة واحدة، تتلخص في الإيجابية. الأنبياء ابتعثهم الله برسالات من أجل أن يغيروا ما رأوه من المنكرات، فلم يقفوا مكتوف الأيدي أمام ما يرون من مشاهدات ومخالفات، فأدوا رسالتهم وقاموا بواجب إصلاحهم ووجهوا الناس لكل خير. وسيدنا رسول الله أنزل الله عليه قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. فقام صلى الله عليه وسلم وصعد جبل الصفا ونادى على بطون القبائل جميعا، ونادى عليهم: يا بني فلان يا بني فلان، هل جربتم علي كذبا قط؟ قالوا لا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فبلغ رسالة ربه وأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر. والمؤمن هكذا يأخذ من رسالات الأنبياء ويأخذ من رسالة خاتم الأنبياء، فيعرف مهمته ويعرف رسالته، فيكون إنسانا إيجابيا لا يرى خطأ فيسكت، ولا يرى ظاهرة سلبية فيقف كاتفا أو رابطا على يديه، بل تجده يقدم النصيحة، وتجده يأمر بالمعروف، وتجده ينهى عن المنكر، وتجده يحذر من كل شيء ويأمر بكل خير. وهذا ما قاله ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالإيجابية معناها أن تأمر بكل خير، وأن تشارك ما استطعت في الخير، وأن تنهى عن الشر، وأن تمنع نفسك من كل شر. فالإنسان المؤمن إنسان إيجابي بطبعه، لا يقف أبدا وهو يرى خطأ فيسكت، لأن هذا هو موطن الخير في المؤمن فينا. وسيدنا رسول الله والقرآن الكريم ضرب لنا أروع الأمثلة، وسيدنا رسول الله ضرب لنا أفضل الأمثلة في المواطن والمشاركات الإيجابية. إن القرآن الكريم يقص لنا أن موسى عليه السلام لما ائتمر الملأ على قتله، كان هناك رجل مؤمن قد استمع إلى هذا الحديث أن القوم يريدون أن يقتلوا موسى نبي الله، لكن هذا الرجل لم يقف مكتوف الأيدي، ولم يقل ليس لي دخل، ولم يقف كالمتفرج على المشهد، لا، بل سعى وقص لنا القرآن خبره. لماذا؟ لأنه قدم الخير، ولأن موطنه أو موقفه كان موقفا إيجابيا. فقال ربنا تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. جاي ليه من أقصى المدينة؟ وربنا وصفه برجل،
لأنه حمل تلك المعاني الإيمانية، حمل الإيجابية، لم يكن سلبيا. وجاء رجل من أقصى المدينة من مكان بعيد يسعى، قال يا موسى إن الملأ، شوف صحح الموقف، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لم يقف مغلول اليدين، ولم يكن موقفه سلبيا، بل قدم النصيحة وقدم الخير. القرآن الكريم قص لنا كذلك خبر القرية التي جاءها المرسلون فلم يؤمنوا، لكن الله قص لنا خبر رجل، هذا الرجل جاء ليؤكد على رسالة هؤلاء الرسل. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. القرآن الكريم قص لنا كذلك قصة النملة مع نبي الله سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان خرج بملكه وبجنده، لكن نملة رأت أن سليمان خرج بجنده وبملكه وفي حاشيته. هذه النملة لما رأت هذا الخطر القادم لم تقف، لم تقل نفسي نفسي، لم تقل ليس لي شأن بالآخرين، بل وقفت موقفا إيجابيا وخافت على بني جنسها، ونادت ونبهت وحذرت وأعذرت وأمرت. فقص لنا ربنا خبرها فقال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. في المواقف الصعبة التي يقدم فيها الخطر تجد كثير من الناس لا يبحث إلا عن نفسه وعن خاصته، لكن هذه النملة لم تفعل هذا ولم تخرج مسرعة، بل وقفت في ثبات ونادت على بني جنسها ونبهتهم ونادتهم وحذرتهم وأعذرت من سليمان، ربما فعل ذلك وهو لا يشعر. فتبسم ضاحكا من قولها. قص لنا ربنا خبر الهدهد الذي تفقده سليمان حينما تفقد الرعية فلم يجد الهدهد. أين هذا الهدهد الذي غاب عن مملكة سليمان دون أن يستأذن؟ إذا بسليمان عليه السلام يتوعد لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لكن هذا الهدهد أراد ربنا أن يعلمنا من موقفه. رأى خطأ، رأى موقفا يستحق الإنكار، رأى مشهدا يستحق المعالجة والتصحيح. فلما جاء الهدهد وقف من سليمان موقفا غير بعيد، فمكث غير بعيد وخاطب سليمان وقال لا أحط بما لم تحط به، جئتك بشيء أنت ليس عندك خبره يا سليمان. تحجب سيدنا سليمان، ما الذي جاء به الهدهد وما الذي رآه وما الذي غيبه؟ إذا بالهدهد يقص أن امرأة تعبد الشمس من دون الله هي وقومها، فكيف لهم ذلك؟
وأنكر عليهم شركهم وكفرهم بالله: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. انظر، لم يرضى أن يرى هذا الموقف ثم يسكت، لكنه ذهب إلى سليمان وأخبره، فكانت النتيجة أن آمنت هي وقومها ودخلوا في دين الله بموقف واحد. ربما موقفك فيه النجاة، ربما كلمتك فيها الإصلاح، ربما رأيك فيه الخير، ربما سعيك هو فيه خير للأمة وللمجتمع. فهكذا المؤمن يقدم كل خير ويأمر بكل معروف ويشارك بكل موقف أو في كل موقف يستدعي منه أن يكون إيجابيا. لا يرى المنكر فيسكت، ولا يرى الخطأ فيسكت، ولا يرى موطنا يستطيع أن يقدم فيه شيئا فيمنع فعله أو خيره. المؤمن وقاف عند كل خير ويقدم كل خير ويأمر بكل خير ويساعد بكل خير ويبني بكل خير، يقف في مع نفسه ومع مجتمعه ومع وطنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب حبيب الرحمن. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان الإيجابي يجد لكل مشكلة حلا، لكن السلبي يجعل في كل حل مشكلة. الإنسان الإيجابي يرى الأمل في حياته، الإنسان السلبي لا تجد عنده إلا الإحباط واليأس الذي يولد الكسل. الإنسان الإيجابي تجده دائم السعي، الإنسان السلبي بل تجده يجعل العقبات في كل سعي. الإنسان الإيجابي تجده يأخذ بيده وبيد الآخرين، والإنسان السلبي ينتظر المساعدة من الآخرين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشارك في مجتمعه في كل خير. عند بناء الكعبة في الجاهلية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم ويرفع الحجارة، وعند دخوله المدينة المنورة كان يعمل في بناء المسجد ويقف مع الصحب الكرام ويقدم لهم يد العون والمساعدة. لما كان هناك صلح في دار عبد الله بن جدعان في الجاهلية الذي سمي بحلف الفضول، وهو مناصرة للضعيف والمظلوم، شارك فيه صلى الله عليه وسلم. السيدة هاجر عليها السلام لما كان معها إسماعيل علمتنا الإيجابية كذلك.
وأصبح شعيرة من الشعائر السعي بين الصفا والمروة. لم تقل أنا في صحراء ولا أجد الماء، فسعت وبحثت عن الماء. ولم تكتفي بسعي واحد، بل سعت 7 مرات وهي تبحث حتى فجر الله لها الماء. كذلك المؤمن الإيجابي يسعى ويبحث، ربما موقفك هو الذي فيه النجاة وفيه الخير. سيدنا سلمان الفارسي نصر الله به رسوله وصحابته بموقفه في غزوة الأحزاب، موقف إيجابي، أشار على رسول الله أن يحفر الخندق، وهذه مشاركة من سلمان فعالة إيجابية. لم يرى العدو وسكت ولم يقدم شيء، بل اقترح على رسول الله أن يحفر الخندق، فحفر رسول الله الخندق فنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الحباب بن المنذر في غزوة بدر لما نزل رسول الله في مكان قال لرسول الله: أهذا المكان من الله أم هو الحرب والمكيدة؟ يعني هو وحي من الله أم الحرب والمكيدة من التخطيط في الحرب؟ قال: لا، الحرب والمكيدة. قال: لا يا رسول الله، ليس هذا هو الموطن الذي ننزل فيه، بل ننزل عند آبار المياه فنردمها جميعا ونجعل بئرا واحدا نشرب منه، فنشرب ولا يشربون، ونصل إلى الماء ولا يصلون. فنصر الله رسوله في بدر برأي الحباب بن المنذر. الموقف من الإنسان ربما يغير أمة بكاملها، فلا يستهين الإنسان برأيه ولا يستهين بموقفه ولا بنصحه ولا بإيجابيته. هكذا المؤمن إنسان إيجابي يقدم الخير لنفسه ولمجتمعه ولوطنه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر لنا عيوبنا، وأن تفرج لنا كروبنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا حسن الأخلاق، ونعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم وسع لنا الأرزاق. اللهم اجعل لنا مصر أمنا أمانا، سلاما واطمئنانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين، اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في أرضك يا رب العالمين. اللهم ارم عنهم رميتهم، وادفع عنهم عدوهم، وردهم في كيدهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وادفع عنك أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تكرمنا بحسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تسوق إلى مصر الخير سوقا، ولا تجعل عيشها كدا. وارض اللهم عن سيدي صاحب هذا المقام سيدي عبد الرحيم القنائي ومن حوله من الأولياء والصالحين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.